سكن لكل المصريين 3 الإعلان ال16 وأكتر حاجة شاغلة الناس النتيجة. هي فعلا النتيجة اتأخرت، ولكن يا جماعة لازم نعرف إن أنت بتتعامل مع جهة حكومية، فوارد جدا جدا يكون في روتين معين أنتم مش عارفينه، وكمان الضغط وأعداد المتقدمين دي كلها حاجات أساسية، وأكيد هي السبب في موضوع تأخير النتيجة. وطبعا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عنده إعلانات كتيرة جدا شغال عليها، مش الإعلان ال16 بس اللي هو سكن لكل المصريين 3. ولكن انا معاك في حلقة النهاردة علشان اعرفك ببساطة ازاي تطمن انك ماشي في الطريق الصح، وبنسبة 99% ان شاء الله النتيجة بتاعتك هتطلع منطبق. هعرفك على الموقع الالكتروني بتاع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ازاي تتعرف على البيانات بتاعتك، وازاي تعرف انك اتسجلت على السيستم ولا لا، ولو كان حصل كده يبقى انت ان شاء الله في الطريق الصحيح. فخليك معايا لاخر الفيديو علشان هتستفيد كتير. هاني الخميسي، كلام في المفيد. السلام عليكم اصدقائي واحبابي ومتابعي كلام في المفيد، اهلا ومرحبا بكم. في عجاله كده ان شاء الله هفتح معاكم الموقع الالكتروني دلوقتي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. خلي بالكم ان في موقعين لصندوق الاسكان، الموقع الاصلي اللي احنا سجلنا عليه البيانات بتاعتنا وقدمنا عليه الاوراق وقت التقديم على الاعلان لما الاعلان كان فاتح في السنه اللي فاتت، وفي موقع اسمه موقع خدمات صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. موقع الخدمات ده هو اللي انت هتكمل معاه اجراءاتك بعد كده، وتقدر تتابع الملف بتاعك من خلال موقع الخدمات. هتعرف مرحلة الاستعلام وتعرف التخصيص وتعرف كل حاجة، ولو عايز تقدم طلب، عايز تعمل شكوى، كل حاجة على موقع الخدمات اللي انا هفتحه قدام منكم دلوقتي. كل اللي هيحصل دلوقتي ان الموقع ده موقع يعتبر بالنسبة لك جديد، هندخل عليه وهسيب لك اللينك بتاعه في رابط في الوصف تحت الفيديو، هتضغط عليه وهيفتح معاك ان شاء الله. وبعد ما يفتح معاك هتبدأ تسجل عليه حساب عادي جدا زي ما عملت اكونت او حساب على الموقع الاصلي، زي ما بتعمل حساب عادي زي اي حساب زي الفيسبوك او اي موقع انت بتعمل عليه انشاء حساب. فهنعمل انشاء حساب مع بعض دلوقتي، وهتجيلك رساله فيها كود تفعيل للحساب ده على الموبايل بتاعك، وبعد كده هتفعل الحساب وتدخل تستعلم عن البيانات بتاعتك. لو لقيت ان البيانات بتاعتك هنا مسجله وظهرت معاك، اعرف كده ان شاء الله وبنسبه 90% او 99% كمان انك منطبق الشروط، ومساله ايام بسيطه ويبعت لك صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رساله، او انت تدخل وتستعلم برقم القومي وتلاقي انك منطبق مبدئيا، والخطوات اللي انا هشرحها لكم بعد كده. وحاجه عايز اعرفها للناس اللي هي هتلاقي نفسها غير مسجل على النظام او في اي حاجه بتقابلها، ما تستعجلش يا جماعه، علشان انت هيبقى حالتك حاجه من اتنين. الحاجه الاولى انك اصلا لسه الورق بتاعك ما اتفرزش ولسه ما ترفعش على سيستم الصندوق، والحاجه التانيه ان ورقك فيه مشكله ومحتاج تعمل تظلم. ولو لا قدر الله احتجت تعمل تظلم، تابع معايا الحلقات اللي جايه علشان هشرح لك فيها التظلمات وكل حاجه، وازاي تتعامل صح علشان تحفظ حقك قانونا في شقتك ان شاء الله. في الاعلان ال16 سكن لكل المصريين 3. وبذكركم باذن الله تعالى ان اللي حابب يتواصل معانا باذن الله في وقت التظلمات لا قدر الله هنقدر نساعده بصوره صحيحه، وهنحفظ لك حقك في الحصول على شقه ان شاء الله. والارقام بتاعت مكتبي بتظهر دلوقتي على الشاشه. تعالوا ندخل مع بعض دلوقتي على شاشه الكمبيوتر مع بعضنا ونشوف موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقع خدمات الصندوق، مش الموقع الاصلي اللي احنا قدمنا عليه. اللينك بتاعه موجود في الوصف تحت الفيديو، اضغط عليه وهيفتح معاك يا صديقي بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي قدامك على الشاشه. الشكل ده اللي ظهر قدامك فيه رئيسية ومركز خدمة المواطنين والتسجيل على الشمال كده وتسجيل الدخول. احنا هنعمل التسجيل لان التسجيل ده الخطوة الجديدة اللي احنا هنعملها، فهنضغط دلوقتي على التسجيل ويقول لك محتاج منك الرقم القومي والموبايل بتاعك، وانك تعمل باسورد هنا للموقع ده غير الباسورد بتاع الموقع الاصلي. هنسجل بقى على الشاشة اللي قدام منكم دي الرقم القومي ورقم الموبايل وكلمة المرور. كلمة المرور هنكتبها مرتين، هنكتبها كلمة المرور وبعد كده في خانة تأكيد كلمة المرور، وبعد كده هنضغط تسجيل. هو هيبدأ بقى يقول لك ايه، تم تسجيل بنجاح برجاء ادخال رمز التأكيد المرسل على الموبايل. هنبدأ بقى نشوف الموبايل بتاعنا ونشوف كود التفعيل اللي وصلنا، وبعدين ندخله هنا، وبعد كده ان شاء الله نفعل الحساب على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اللي هو موقع الخدمات. وبعد ما كتبنا كود التفعيل يا جماعة
جماعه اللي وصل في رساله على الموبايل كده الحساب اتفعل وكل حاجه تمام. هندخل بقى على قائمه طلبات اللي قدام مننا دي كده طلبات، وبعد طلبات تلاقي بقى في كل الحاجات اللي انت هتتعامل بيها ان شاء الله في المراحل المختلفه على الاعلان بتاعك او الملف بتاعك، علشان لو حبيت تتابع الملف بتاعك بنفسك تقدر تتابع من خلال الموقع ده ومش محتاج انك تروح لاي حد، لان كل حاجه موجوده على الموقع وسهل جدا برقم الحساب بتاعك الرقم القومي والباسورد تقدر تعرف كل حاجه. عايزين نعرف بقى البيانات بتاعتنا اتسجلت ازاي؟ تعالوا مثلا ندخل على طلب تعديل دور من دور، هنضغط كده على طلب تعديل دور من دور، هتلاقي البيانات بتاعتك ظهرت هنا، ويكتب تحت كده بيانات التخصيص يوجد لديك طلب بالفعل، الخدمات مكتوب تحت لم يتم التخصيص. كانت بياناتك مسجله على النظام، حتى بيانات العميل المسجله على النظام او بيانات العميل المسجله بالنظام مكتوب كده. فبالتالي دي الشاشه اللي انت تقدر تتاكد منها ان ورقك بفضل الله عز وجل اتقدم صح، وكمان اتسجل على سيستم صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. لو رجعنا تاني لمركز خدمات المواطنين ونفتح الطلبات هتلاقي بقى كل الخدمات هنا، في طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، في طلب تعديل دور من دور، في طلب رفع استكمال مستندات، وطلب تصحيح بيانات، وطلب متابعة شركات الاستعلام، وطلبات كتيرة جدا. ودي الطريقة ببساطة جدا اللي تقدر تعرف بيها بياناتك اترفعت على صندوق الاسكان ولا لا، وتطمن انك ماشي صح. لو لسه ما اترفعتش او ما عرفتش تسجل او يقولك ان الرقم ده غير مسجل على النظام، يبقى انت لسه كده ورقك بيتفرز وان شاء الله هيترفع. ولو حصل والنتيجة ظهرت وما عرفتش تدخل بياناتك او تسجل حساب او ما جالكش رساله، يبقى انت كده عندك مشكله في اوراقك، ولازم بقى تعرف المشكله فين بالظبط وتحلها. وساعتها زي ما قلت لكم ممكن تتواصلوا معايا باذن الله، وان شاء الله نساعدكم بصوره قانونيه صحيحه تحفظ لكم حقكم في الاعلان 16 وشقتك في صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. النتيجه بقى امتى؟ النتيجه ان شاء الله ممكن تكون على اول 4، ممكن تكون في اي وقت، مش قادرين نحدد لان هي كده اتاخرت فعليا عن الميعاد اللي كان محدد في كراسه الشروط. ولكن انت ما فيش عليك اي قلق جدا، لان انت ما فيش قدامك الا حاله من اتنين، يا استلام فوري يا استلام بعد سنه ونص. ولو استلام فوري مش هتستلم فوري في يوم وليله، ده لسه في اجراءات كتيره جدا هتعدي عليها، استعلام ائتماني واستعلام صندوق وبعد كده مراحل صندوق ومراحل بنك وقصص كتيره كده لحد ما تخلص. ولو انت استلام بعد سنه ونص لسه هتبدا تدفع القسط بتاعك، وما فيش وقت دلوقتي في الاستلام بعد سنه ونص، انت كده كده لسه هتستلم مع الاعلان ال 14 اللي هو ساكن لكل المصريين واحد، لان شقق غرب المطار اكتوبر كانت نازله برضه في الاعلان ال 14. فما تستعجلش ومفيش اي قلق، وهتدفع القسط بتاعك في المكتب البريد عادي جدا ان شاء الله في شهر 4، وربنا يكرمكم ويتم لكم الموضوع على خير ونبارك لكم على شقتكم، ونقول لكم الف مبروك عليكم وربنا يجعلها فتحه خير عليكم. نقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه. ما تنسوش اللايك والشير الحلقه عشان تفيدوا الغير، واشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل منشوراتي اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروب اسكان مصر على الفيسبوك هو جروب موجود على الفيسبوك، احنا انشأناه علشان نجمع فيه كل الناس المهتمة بموضوع الاسكان وشقق الاسكان والعقارات كمان، علشان نستفيد من بعض وكل واحد يتكلم عن خبرته وتجربته في موضوع الاسكان او في اي حاجة عقارية. وانا هكون معاك خطوة بخطوة على جروب اسكان مصر، هرد على اسئلتك وهساعدك ان شاء الله علشان تكمل مشوارك صح في الاسكان او خارج الاسكان، كمان في اي حاجة تتعلق بالشأن العقاري وكمان الامور القانونية الاخرى. هكون معاك خطوه بخطوه على جروب اسكان مصر، اللينك بتاعه موجود في الوصف تحت الفيديو، يا ريت تنزل تشترك فيه علشان فعلا هتستفيد منه جدا يا صديقي.